واشنطن بوست ونيويورك تايمز اكبر الصحف في امريكا بتقولك ان لعنة الفراعنة هي اللي غرقت تايتانيك. طرقع لي بقى ودانك واسمع لي. اكتر من 100 سنة بتمر على غرق تايتانيك ولسه لحد الان بنكتشف اسرار والغاز عن اسباب غرقها. قبل ما نبدأ انا حابب الفت نظرك ان سفينة تايتانيك دي هي اكبر سفينة في عصرها، السفينة اللي الجميع قالوا عنها مستحيل تغرق حتى لو القيامة قامت. تقوم تايتانيك تحصل فيها ايه؟ تخبط في جبل جليدي وتخيش في اول رحلة ليها. الله، طب طالما هي خيشت في جبل، ايه علاقة لعنة الفراعنة بالموضوع ده؟ اعمل لايك وشير وانا اقول لك. 1910 راجل امريكي قدر انه يسرق موميا لاميرة فرعونية اسمها آمن رع، وعشان سرقة الاثار في الوقت ده كان شيء سهل وامر عادي، قدر انه يهربها بره مصر. بعد كده عرضها للبيع بسعر قليل على عالم انجليزي اسمه دوجلاس موراي. العالم ما كانش فاهم هو ليه عارضها عليه بسعر قليل زي ده، بس كل اللي كان فارق معاه انه يحصل على الموميا وخلاص. فاشترى من البايع الامريكي الموميا بشيك بيحمل 4 أصفار، وده يعتبر رقم قليل جدا بالنسبه لاثر قيم زي ده. صاحبك البائع الامريكي قفش الشيك ب4 أصفار بس ملحقش يصرفه. في نفس الليله اللي باع فيها الموميا مات في ظروف غامضه، ودي كانت البداية. دوجلاس موراي حصل على الموميا اللي كان عايزها، وكان عنده رحلة صيد في نفس اليوم كانت الأخيرة في حياته. البندقية انفجرت في إيده بدون سبب واضح، وبعد أسابيع من العذاب في المستشفى تم بتر دراعه بالكامل. دوجلاس موراي عالم قد الدنيا، راجل شيك، فأكيد يوم ما يشتري الموميا مش هيشيلها بنفسه يعني، عشان كده أجر 2 عمال يشيلوها له عشان بعدها هم كمان يموتوا في ظروف غامضة. هنا بقى دوجلاس بدأ يحس إن في حاجة مش مظبوطة، عشان كده قرر إنه يتخلص من الموميا، فقدمها هدية لصديقته اللي توفت والدتها وخطيبها سابها في نفس الاسبوع اللي استلمت فيه الموميا، عشان هي كمان بعد يومين اكيد مش هقولك بقى انت فاهم. الموميا بعد ما لفتها ترجع تاني لاحضان دوجلاس موراي، فالراجل من باب حبه لوطنه قرر انه يفيد سياحة بلده، فاصر انه يهديها للمتحف البريطاني ومجانا. قد ايه انت وطني يا دوجلاس. بعد كده دوجلاس اختفى، وده مش موضوعنا، الله يسهل له. عالم الاثار المسؤول عن استلام الموميا في المتحف اتصاب بمرض غريب في نفس يوم استلامها ومات، واكيد مسؤول المعروضات في المتحف مش هيسيبه لوحده. طبيعي اثر قيم زي ده اول ما يشرف المتحف لازم يتعمل له الدعايه المظبوطه اللي تليق بيه، على الاقل كام صوره حلوين. المصور لسه واقف قدام التابوت بياخد كام صوره، هوب طب ساكت. هوب المتحف البريطاني قالك احنا لازم نوطد العلاقات مع حبايبنا في نيويورك، فقرروا انهم يتبرعوا بالموميا لمتحف نيويورك في هدوء تام، علشان لو شموا خبر عن اللي بيحصل هيرفضوا ياخدوها. وبالفعل قدروا انهم يكتموا على الخبر علشان الموميا تتشحن في سلام، وبلغوا المتحف في نيويورك ان الموميا هتكون عندكم في خلال ايام قليله، هتوصل لكم بسرعه الصاروخ، اصلها مش جايه لكم في ميكروباص، دي مشحونه لكم على سفينه تايتانيك، السفينه اللي قلبت الدنيا والصحافه، السفينة التي لا تقهر، السفينة اللي لو القيامة قامت مش هتغرق. أكيد أنت مش مستني أقولك إيه اللي حصل في السفينة، عايز تعرف إيه اللي حصل في تايتانيك؟ اسأل جوجل. وأحلى مسا على ودانك. كان معاك أحمد صقر، سلام. خد هنا مخلصتش الفيديو، اعمل لايك وشير واشترك في القناة، كومنت بقى في كلمتين حلوين هيروق علينا، وفعل الجرس عشان تشوف كل جديد أول بأول. سلام.